تعالى اقولك على فرق بسيط جدا ما بين كلمتين، لكن هيفرق معاك قوي في السبيكينج وانت كمان بتعمل جمل. الفرق ما بين النيم والناون. ناس كتير جدا بتخلط ما بين الاتنين دول، ولما بيجوا يعملوا conversation اصلا ويتكلموا يبقى مش عارف يحط ايه امتى ومين مكان ايه هو النيم؟ ده اسم مخصص لشخص او لشيء واحد، زي شيري، زي بي فلوينت، زي سفيرة الانجليزي، زي شركة عمان، زي نيمز كتير، زي امريكا، زي كايرو. الناون ده كلمة واحدة بتعبر عن الفصيلة، زي تشير، زي بيرسون، الحاجات كلها. طيب انا عشان استخدم النيم ما ينفعش احط قبله اي حاجة. يعني انا بشوف ناس كاتبالي ذا كايرو وهي بتتكلم تقول لي ذا امريكا. ذا امريكا ازاي؟ النيم باخده زي ما هو من الجملة او من السبيتش او whatever، وبحطه في الجملة اللي انا هستخدمها من غير ما اجي جنبه. اما الناون عشان اسويه بالنيم او اقدر اقول هو ايه، ابتدي بقى احط له a and the، احط له اس جمع، لو جمع اخليه مفرد، احط له my has، احط له color طويل قصير، ابتدي بقى العب فيه. فانا لو عايز اتكلم بشكل مظبوط لازم افرق كويس ما بين النيم والناون، وما احطش قبل النيم ولا اضيف له اي اضافه من اي نوع. فرقوا كويس ما بين الاثنين عشان تعرفوا تتكلموا انجليش بطلاقه. واستنوني في سلسله فيديوهات هتعرفكم ازاي تتكلموا انجليش بطلاقه. ولو عايز تسال عن الكورسات سيب لي كومنت وهتواصل معاك. في انتظارك.